هل أنت بتعمل متابعة للشركات اللي أنت بتقدّم عليها؟ يعني إيه يعني؟ يعني دلوقتي أنا قدّمت على شركة س مثلًا تمام، وجات بعد أسبوع أو أسبوعين الشركة دي ما ردِّتش عليّا أو عدّى 3 أسابيع. طبعًا لازم أكون عندي بيانات الشركة دي قدّمت عليها إمتى، كمان الملف اللي أنا قدّمته، الlink بتاع الشركة، أرقام الشركة، الشخص اللي بعتّ له، كل الحاجات دي لازم تبقى مكتوبة عندي، حتى لو بعتّ ل50 شركة، لازم الشركات دي تبقى عندي. وبعد أسبوعين و3 لو ما جاليش رَد، لازم أعمل إيميل متابعة. ليه إيميل المتابعة؟ عشان بيحسّس الشركة إنّك أنت شخص ما زلت مهتم، حتى لو ما شافوش الإيميل الأولاني، باعمل replay على الإيميل وابعت لهم إيميل، ما بابعتش تاني الخطاب التحفيزي والسيرة الذاتية، لأ، بابعت إيميل باقول لهم فيه إن أنا بناءً على إن أنا بعتّ لكم مثلًا من أسبوعين وما زلت مهتم إن أنا أقدّم عندكم في الشركة ولا بلا، بلا، وبعدين إن أنا ما زلت مهتم ومحتاج رَد من عندكم، فأنت بتعمل إيميل اسمه إيميل متابعة.